مساء الخير، معاكم احمد سامي بروكر ايجيبت. احنا النهارده بنصور لكم فيديو من النرجس الجديده وشقه استلام فوري جاهزه للسكن والمعيشه، صف اول على طلعت حرب. زي ما حضراتكم شايفين طبعا طلعت حرب في كل الخدمات اللي حضراتكم بتدوروا عليها شغاله وموجوده من النهارده، فبالتالي تقدر تسكن وتعيش بسهوله من بكره الصبح. تمام. الشقه موجوده في الدور الثاني، دور مميز، دور متكرر، وكمان بحري. دلوقتي هنوريكم الشكل بتاع المداخل وهنوريكم التقسيمه الداخليه للشقه. احنا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم احنا هنوريكم المدخل بتاع العماره. زي ما حضراتكم شايفين ده مدخل العماره، مداخل مميزه جدا بالرخام، وهنوريكم دلوقتي التقسيمه الداخليه للشقه نفسها. احنا دلوقتي موجودين في التراس بتاع الشقه. الشقه زي ما قلت لحضراتكم دور تاني، ده الفيو بتاعها. تمام. دلوقتي هنوريكم التقسيمه الداخليه للشقه. كده احنا موجودين جوه الشقه. الشقه مساحه 163 متر. تمام. ده كده الريسبشن بتاعنا، ريسبشن قطعتين. تمام. كده احنا في طرقه التوزيع. اول حاجه هنقابلها هو المطبخ. المطبخ نقدر نفتحه امريكان او ممكن نسيبه كده، بحيث ان احنا لو هنفتحه امريكان نوسع المساحه شويه. طبعا باقي طرقه التوزيع دي اول غرفه نوم معانا، غرفه بمساحه كويسه، غرفه نوم اطفال. تمام. ودي تاني غرفه نوم اطفال، غرفه برضو بتقسيمتها كويسه ومساحتها كويسه. تمام. وده الحمام اللي بيخدم على الغرف النوم. تمام. وهنا الجزء بتاع غرفة النوم الماستر. طبعا من هنا من اول الباب بتاعها دي الغرفة. تمام. غرفة النوم الماستر دي التقسيمة بتاعتها، معاها طبعا جزء للدريسنج زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الجزء بتاع الدريسنج. تمام. وده الماستر حمام بتاع الماستر بيدروم. تمام. زي ما حضراتكم طبعا شفتوا التقسيمه بتاعت الشقه، تقسيمه كويسه جدا. هي الشقه دي انا من وجهه نظري من اميز المواقع اللي موجوده في النرجس الجديده. ليه؟ لان اغلب الحاجات اللي هتروح تشتريها استلام فوري هتبقى جوه في النرجس، مش تقدر تسكن وتعيش. لكن انا من وجهه نظري الشقه دي مجرد ما اتشطبت تقدر تسكن وتعيش بسهوله جدا. انا عندي حاجات في النرجس الجديده استلامات سنه ونص وسنه وسنتين، برضو برايم لوكيشن زي الموقع ده بالظبط. بس الموقع ده بصراحه ما يتعوضش. انا شايف ان هو يعني حاجه برايم لوكيشن للناس اللي بتدور على السكن والمعيشه الفوري. طبعا انت هنا كل الخدمات بتاعتك قدامك وموجوده، فبالتالي السكن والمعيشه سهلين جدا. انا عندي هنا ده بالنسبه للجزء بتاع التيرس. كمان العماره دي مميزه لان هي كورنر وبحري. انا بصور لكم من الدور الثاني. الشقه اللي احنا موجودين فيها دي بحري. طبعا انا عندي قطع تانية. تمام. حاجات زي كده بتبقى صف تاني وصف تالت من محور طلعت حرب ومن محاور رئيسيه زي جمال عبد الناصر وزي محمد نجيب. بس طبعا طلعت حرب اللي بيميزه ان الخدمات بتاعته موجوده وشغاله من دلوقتي، فانت اما تيجي تسكن هتحتاج خدماتك، هتنزل تاخد خدماتك من قدام العماره بتاعتك، مش محتاج ان انت تمشي كتير. انت بالظبط تعدي الطريق الناحيه التانيه كل الخدمات بتاعتك موجوده. مستنيينكم، كلمونا لو محتاجين اي تفاصيل تانيه.